خليني نجاوبك. قرأت نسخة النظام الجزائري وتريد سردها علينا. نحن قرأنا تاريخنا ونعرفه جيدا. أنت لست في موقع يخول لك إعطاء لنا دروس في تاريخ المغرب. ودنون لا يشمل أصلا تسنيت، يشمل شمال قلميم، لا يشمل تسنيت. حتى صححت لك غير ما مر هذه القضية أستاذ الكريم. لكن الآن نريد مصدر موثوق يقول أن هذا الإقليم الذي يطلق عليه ودنون يبدأ من تسنيت وينتهي من طنطا. تفضل أعطينا المصدر. شو المصدر يعني أنا ذوق ما شو المصدر يعني أنا ذوق ما قناة المغرب عليها أكيد. كيفاش المغرب اللي يدعي يقول عنه 12 قرن في الوجود؟ خليني أكمل لك يا أخي العزيز السؤال. وكان 12 قرن وأكثر في الوجود، وكانت الدول التي كانت تحكم المغرب أستاذ، والتاريخ يشهد، كانت تحكم المغرب بشماله وجنوبه، وكانت تحكم حتى الجزائر التي لم يكن لها وجود. تحكم الجزائر، لماذا لم تدافع عنها؟ لماذا لم تدافع عنها؟ نعود إلى لماذا لم تدافع عنها في 1884؟ نعود إلى الموضوع أستاذي أنت وقعت ولم تجاوبني على 1767 يا أخي العزيز. سوف أجيبك أنا لأن سبق وأن تحدثنا أنا وأنت على هذا الموضوع. قلت نعم أن نعم قلت لك يا أخي العزيز أنتم تدعون. خليني أكفي لك الكلمة. اسمح لي. قلت لي أن السلطان قال حدود يعني نفوذي لا تتعدى منطقة ودنون. حدد لي ودنون. قلت لي حدودها تزنيت. بالله عليك، الذي يقرأ الجغرافيا والذي يريد أن يدافع أو يتحدث في شؤون بلد، هل يعني يسمح له أن يرتكب مثل هذه الأخطاء؟ حدود ودنون تزنيت يا أخي تقع في شمال ودنون لم يبدأ في حدود تزنيت، بل تزنيت تقع في شمالها، وودنون تبدأ من شمال. أنت تمسك الكلام من الأخير يا أخي محفوظ. وليس لها حدود جغرافية محددة. ودنون تبدأ من شمال قلميم إلى تخوم الصحراء. ولما نقول تخوم الصحراء ليست هنالك حدود محددة جغرافيا لودنون، وهذا هو الخطأ الاستراتيجي والشنيع الذي يقع فيه أمثالكم الذين لا يعرفون جغرافية الصحراء ولم يقرأوا تاريخها وجغرافيتها. وأضيف إليك يعني شيئا من الصدقة في هذا الموضوع. فحتى في الأزمنة التي كان فيها المغرب أستاذ سفيان مشتتا بين دول وإمارات، كانت دائما الصحراء مرتبطة بالمغرب. والدليل بذلك مملكة طازروالت أو المملكة السملالية أو الإمارة السملالية التي ربما لم يسبق أن سمعت عنها، كانت تحكم من طازروالت قلب سوس إلى تخوم مالي وتنبكتو، ورسائل الولاء والتبعية موجودة إلى حد اليوم وتشمل كلها الصحراء. ولما كان حرب التحرير، خليني نجاوب يا أخي محفوظ، خليني نجاوب حتى لا يمرر لي كثير الكلام. تاريخ المغرب حتى خليني نجاوبك. قرأت نسخة النظام الجزائري وتريد سردها علينا. نحن قرأنا تاريخنا ونعرفه جيدا، سواء تاريخ ما قبل 2000 عام يا أخي يا أخي خليني الجمهورية المغربية حتى ما قبل دخول العرب إلى المغرب والمماليك الأمازيغية، وتاريخ اليوم. أنت لست في موقع يخول لك إعطاء لنا دروس في تاريخ. أريد توضيح لك. هذا هو المشكلة. أقول لك لا ليس مشكل. لا، أنا لن أعطيك دروس في التاريخ الجزائري، لا، حتى أنت لن تعطينا دروس لأنك أنت لست أهلا بذلك. ولو كنت أهلا والله لا قلت لك سوف أنحني أو أرفع لك القبعة. لا، كل ما تقوم به هو تمرير مغالطات. دعني أكمل كلامي وأعطيك الكلمة الأخيرة، وأعطي الكلمة الأخيرة لأستاذ إبراهيم. قلت لك حتى في الأزمنة التي عاش فيها المغرب نوع من السيبة ونوع من التقسيم وإنشاء إمارات، كانت دائما الصحراء مرتبطة بالمغرب. والدليل بذلك أيضا
في حرب التحرير يبان الاستعمار الفرنسي والإسباني، كان الشيخ المجاهد الصحراوي الشيخ ماء العينين شكل جيشا قوامه رجال أمازيغ من سوس أشاوس، ولما توفي رحمه الله أخذ عنه اللواء ابنه مربيه ربه، وشكل لب جيشه من الصحراويين وأبناء سوس في المغرب اليوم. سوس هي دائما قلب المغرب. كي يعني أوضح لك فقط أنه حتى في الوقت الذي تمزق فيه المغرب واندثرت فيه الدول التي حكمت المغرب، كان الصحراويون دائما جنبا إلى جنب أمام إخوانهم الأمازيغ وأمام إخوانهم المغاربة. وخير دليل على ذلك ما أدلى به أحد الوزراء، وزراء ما يسمى الجبهة الصحراوية في باريس مؤخرا، الذي قال نحن ننتمي إلى المغرب، وهو أتى من الجزائر. نحن ننتمي من المغرب إلى المغرب أكثر من انتمائنا للجزائر، ونحن دخلاء في الجزائر، ونحن مجرد لاجئين، وانتماؤنا هو للمغرب. شهادة حية فقط في الأيام الماضية، ولما عاد إلى الجزائر تم التحقيق معه وتم يعني الضغط عليه حتى تراجع عن كلامه المسجل والموثق. أنتم ما عندكم الصحراء الغربية لم تكن تابعة أصلا للمغرب، والدليل أعطيت لك الدليل. كارلوس الثالث ملك إسبانيا مع السلطان محمد الثالث يقر أنه ليس له السيادة بعد ودنون. ما هو أكبر دليل بعد هذا الكلام؟ أنا أسألك أستاذي الكريم، أنا نجي اليوم ونقول لك سألتك قبل قليل حدد لي جغرافية ودنون يا أخي العزيز. لا أنت الآن تدعي، وهذه وثيقة تاريخية لا ننكرها نحن، لأننا نحن أبناء التاريخ، واعترفنا أن المغرب في حقب تاريخية كان مشتتا، هذا واضح، والتاريخ نحن لا ننكره ولا نتهرب منه. أما أنا إذا سألتك عن تاريخ الجزائر سوف ربما يعني دعنا لا ندخل في هذه المتاهات. سؤالي الجوهري الآن وأنت طرحت هذه النقطة، حدد لي المنطقة الجغرافية لودنون، هذا الإقليم الشاسع المترامي الأطراف. شوف من أين يبدأ ومن أين ينتهي؟ من أين يبدأ ومن أين ينتهي؟ نعم. بارك الله فيك. أنت الآن أتيت لي بوثيقة تاريخية. بارك الله عليك أن تأتي بارك الله فيك. بزاد يعني تفحمنا في النقاش. جاي ما بين طنطان وتزنيت في النواحي، ما بين طنطان وقلميم وتزنيت. نعم، ما بين طنطان. هذه هي الرقعة الجغرافية اللي موجود فيها ودنون. مصادرك يعني أفيدنا. مصادرك لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص، الكلام المرسل لا يمر أستاذي الكريم، كلام مرسل لا يمر. هل لديك وثيقة تثبت أن ودنون من تزنيت حتى طنطان؟ تفضل. كلام مرسل لا يمر. أنا لما أقول لك تزنيت ليس المدينة، أنا أقصد ضواحيها الجنوبية. حتى الإقليم ودنون لا يشمل أصلا تزنيت، يشمل شمال قلميم، لا يشمل تزنيت. حتى صححت لك غير ما مر هذه القضية أستاذي الكريم. لكن الآن نريد مصدر موثوق يقول أن هذا الإقليم الذي يطلق عليه ودنون يبدأ من تزنيت وينتهي من طنطا. تفضل أعطينا المصدر. شو المصدر؟ يعني أنا بحث على ودنون، يعني أنا اليوم ما جيتش نعمل لك الواحد. أنا قلت لك أنه النواحي نتاعو تزنيت وقلميم. كان عليك أن تبحث في الموضوع قبل يعني ذكرها، لأن في مثل هذه المسائل يحرج الضيف ويحشر في الزاوية. لا خلاص. المستمع لما يسمع أنه السلطان المغربي محمد الثالث قال أنه حدوده بعد ودنون، خليه يروح يبحث. ونعتز بذلك نحن السلطان المغربي، واذكر التاريخ. أنا إذا قلت لك وما خطب الجزائر وما شأن الجزائر في هذه الحقبة التاريخية، ربما لا تعرف حتى من كان يحتل الجزائر ومن كان يحكمها في هذه الظرفية. أستاذي الكريم، لا أريد أنا أن أواجهك بهذه المسائل لأنها ليست حتى موضوع النقاش. لكن آخر سؤال، حدد لي الرقعة الجغرافية لودنون أستاذي، أو قل أعتذر، ربما أتيك بالمصادر في حلقة قادمة. لا نجيب لك المصادر، ولكن أنا نعطي لك بلمحة هكذا. ودنون هو في طنطان. نعم. وقلميم. لا يمر الكلام المرسل هكذا أستاذي الكريم. قلت لك قبل قليل أن ودنون كلمة جامعة، إقليم شاسع مترامي الأطراف يبدأ من شمال قلميم إلى تخوم الصحراء، وليست هناك رقعة جغرافية بالتحديد تحدد إقليم ودنون. أستاذ سفيان داود، شكرا
لك على مشاركتنا في هذه الحلقة. قناة المغرب.